معقولة لسه بتعمليها على عين البوتاجاز وتملي البيت دخان؟ تعالي بقى شوفي الطريقة دي وانسي طريقتك القديمة خالص. يلا نسمي بالله ونبتدي على طول. أول حاجة كده جبت الرنجة بتاعتي، أنا استخدمت هنا 3 وحدات من الرنجة وكان حجم الرنجة متوسط، وبالمقص بتاعي بقى هبتدي إن أنا أشيل الزعانف بتاعتها بالشكل ده وكمان الديل. هجيب بقى معايا سكينة حامية كده واشيل بقى الراس كده أو أفصلها عن السمكية أو الرنجة زي ما انت شايفة كده. وخلاص هجيب بقى دلوقتي طاسة واستنى لما الطاسه بتاعتي تسخن كويس جدا. الطاسه بتاعتي ما فيهاش اي ماده دهنيه. هنزل بقى بقطع الرنجة كده بعد طبعا ما الطاسه بتاعتنا سخنت كويس جدا على نار عاليه. هبتدي بقى ان انا اسيبها حوالي 20 ثانيه وبعد كده هقلبها الناحيه التانية واسيبها برضو 20 ثانيه. وبتشوفي كده ان الجلد خلاص اتشال. ولو لسه مكمله معايا الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك ودعوه حلوه من قلبكم. ويعني بجد والله دعواتكم بتفرح قلبي جدا، ببقى سعيده جدا وانا قاعده برد على التعليقات تعليق تعليق. وقبل ما انسى بقى ما تنسوش تحملوا التطبيق المجاني اللي دايما بجيب لكم منه كل الوصفات